السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة والفوتبولر ماتش. من كام يوم ظهر قدامنا خبر إن إدارة الأهلي بتوجه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة دكتور الفريق. وبصراحة أنا لما شفت الخبر يعني وقفت قدامه شوية واستغربت واندهشت. الدكتور ده مسك الفرقة في ظروف سيئة جدا وعندنا كمية إصابات مش طبيعية، وأدى عمله على أعلى مستوى. وبالعكس لقينا تقريبا يعني مع ظهور المدرب الجديد بتاعنا ومدرب الأحمال بتاعه يكاد يكون الفريق عندنا ما عندوش أي إصابات عضلية ولا مزمنة، والحمد لله الدنيا ماشية زي الفل. خلي بالكم بس إن من كلمة الدنيا ماشية زي الفل دي. وفجأة لقينا إدارة الأهلي بتوجه الشكر للدكتور. أنا حاولت يعني أفهم إيه السر ورا الحكاية دي، ما فهمتش. والإدارة ومجلس الإدارة لا خرجوا ببيان إيه السبب ولا أي حاجة. عادي برضو إحنا كجمهور استقبلنا الخبر عادي، وقلنا يمكن في حاجات في الكواليس إحنا ما نعرفهاش، يمكن في حاجات حصلت، يمكن الدكتور نفسه عمل زي دكتور إيهاب علي لما كان عندنا وعنده ظروف تمنعه من الاستمرار. أيا كان عادي يعني. بس أنا وكتير من الأهلاوية استغربوا الموضوع واستغربوا القرار ومشيت الدنيا. ما كملناش 48 ساعة ولقينا النهاردة أغرب قرار من وجهة نظري يمكن في تاريخ الأهلي من ساعة قرار كابتن أنور سلامة بخروج الرباعي طاهر أبو زيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب وربيع ياسين وإنه بيمشوا من الفرقة، بإن الإدارة بتوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني انا شايف ان بعدها تسمع كلمة بوم كابتن سيد عبد الحفيظ. انا متأكد ان اي حد شاف الخبر ده قدامه وقف شوية كده وتنح، وبعدها سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ واحنا انت عارف انت بصوت الليمبي يعني ده انت انضف واحد جنة الفرح. يعني ايه ده؟ المنظومة كلها تقريبا ماشية على سيد عبد الحفيظ ده. طبعا الاهلي ادارته وجماهيره وكل حاجه فخمه يعني، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ ده راجل عارف الليله كلها فين. اكتر واحد قادر يتصدى لاي مشاكل، اكتر واحد عارف دماغ اللعيبه، اكتر واحد عارف الاعلام والمنافسين وازاي يتكلم وازاي يسكت وازاي يرد و وخلوا بالكم نرجع تاني للجمله اللي انا قلتها لكم من شويه. الاهلي طالع من موسم كل حاجة بيرفكت، واخد كل البطولات، عامل حالة رائعة، الدنيا ماشية زي الفل. افهم بقى كابتن سيد عبد الحفيظ يمشي ليه؟ يعني انا لما بقعد افكر فيها على قد عقلي يعني لازم عشان سيد عبد الحفيظ يمشي حاجة من الاتنين. يا انا شايل له منصب اكبر، وانا مش شايف منصب اكبر يعني من مدير الكرة غير ان انت هتخليه رئيس النادي، يا اما الراجل ده عامل شغل سيء جدا وانا بتخلص منه عشان الفريق حالته متدهوره والنتائج زي الزفت وعايزين واوضه اللبس متفركشه والدنيا خربانه وانا عايز اشوف حد يلم الليله. طب الكلام ده موجود؟ الكلام ده مش موجود لا قلبا ولا قالبا. الاهلي في افضل حالاته، الفرقه زي الفل، اللعيبه ماشيه على الصراط، كل حاجه صح. سيد حفيظ يمشي ليه؟ انا قاعد من ساعه ما سمعت الخبر وانا عمال اقلبها في دماغي، ليه كابتن سيد عبد الحفيظ يمشي؟ ايه اللي حصل؟ قعدت افكر بقى، طيب يمكن عشان خاطر الهرتله اللي عملها احمد عبد القادر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو راح لبه عقوبة جامدة جدا ما عجبتش مجلس الإدارة، حصل اختلاف، شدوا مع بعض، الراجل مشي. تيجي يعني. بس حتى لو عمل كده، طب ما الطبيعي ان مجلس الإدارة يساند المدير الكرة بتاعه، مش هيساند اللعيب. لان كابتن سيد عبد الحفيظ لما مشي من كام سنة قبل كده تقريبا برضو كانت حالة شبه كده، وانا برضو ما فهمتش ازاي مجلس الإدارة ما يدعمش مدير الكرة بتاعه. كابتن سيد عبد الحفيظ يا جماعة كل الاهلاويه يعرفوا ان هو مصنف يمكن تاني افضل مدير كرة جه في تاريخ النادي بعد كابتن ثابت البطل. وبعد كده انت جايب مكانه كابتن خالد بيبو،
واحنا ما شفناش شخصيه خالد بيه كابتن خالد انها شخصيه قويه او اتحط في مواقف او عنده خبرات. يا جماعه ده انا بهزر مع اصحابي بقول لهم ده احنا جاي لنا كابتن امام عاشور وعندنا كهربا واحمد عبد القادر وحسين الشحات، الدنيا بتفلت منه ساعات، وعبد المنعم عصبي. موضوع صعب جدا. ده انت محتاج فان دام يكون في اوضه اللبس، فانت في الاخر بتمشي كابتن سيد عبد الحفيظ في التوقيت ده. انا بصراحه مش عارف استوعب القرار. طب جزئيه احمد عبد القادر هيبقى ليها وعليها. طب لو الموضوع مش احمد عبد القادر، وانت زي ما قالوا كده بندور على كوادر جديده. كوادر جديده مين يا عم؟ هو انت حد قال لك ان سيد عبد الحفيظ عنده 85 سنه؟ الكوادر الجديده دي لو كان مدير الكره كابتن عادل القيعي مثلا، فاقول ماشي، انت بتدور على كوادر جديده وعايز تدخل ناس صغيره في السن. لما كابتن سيد في الاربعينات وبعدين الدنيا ماشيه صح. ايه بقى السر في ان انت تقول تعمل قرار زي كده وانا متاكد انه نتائجه هتبقى سيئه جدا جدا؟ لان فكره الموازنات والكلام اللي اتقال ان الموضوع بره الكوره والكلام ده انا مش مقتنع بيه تماما، عشان نكون واضحين. لان انا الناس التانية والفرق المنافسه انا اشغل دماغي من اللي يقعد فيها واللي يمشي ليه. دي حياتهم هم وقصتهم هم. وانا المنافسين لما يبقى عندهم مشاكل وعندهم ناس عامله لهم مشاكل، انا اللي هصلح لهم يعني، وابقى فرحان واعمل موازنه ويقول لك ده قصاد ده. والكلام اللي انتشر الفتره الكام ساعه اللي فاتوا ده كلام فارغ. انا مالي انا ومن المنافسين؟ واضحي بكادر كبير عندي عشان اعمل موازنات؟ ما تولع الموازنات يا عم، انا مالي انا ومال الكلام ده؟ حكايه غريبه وعجيبه ومش مقتنع بيها. ده تاني تفسير ممكن يجي ان يبقى موضوع احمد عبد القادر او موضوع الموازنات. طب ايه تاني ممكن يكون موجود سبب يخلي كابتن سيد عبد الحفيظ يمشي؟ انا اللي اعرفه ان كابتن سيد عبد الحفيظ علاقته كويسه جدا باغلب اعضاء مجلس الاداره، وعلاقته كويسه جدا باغلب اللاعبين، وحتى في توقيعه للعقوبات هو الراجل اللي ما بيفتيش من دماغه، ده عنده لائحه، اللي بيخرج عن اللائحه بياخد العقوبه والدنيا سهله وبسيطه. لكن اللي بيحصل في الاهلي في اليومين اللي فاتوا دول ينم عن حكايات كده مش يعني ما تطمنش. بقول لكم من موضوع الدكتور وموضوع سيد عبد الحفيظ، انا مش بعيد بقى ابص على يوم موافقين على بيع علي معلول وعبد المنعم للسعوديه ومش عارف ديانج يروح فين، ونبص نلاقي الفرقه فركشت. وفي ايه اللي بيحصل؟ حاجه غريبه ومريبه وتحسسك ان الموضوع مش مظبوط. يعني اتمنى ان الاداره تقطع الشك باليقين على كل القيل والقال، وتطلع ببيان تفسر فيه سبب خروج كابتن سيد عبد الحفيظ وبرضه الدكتور احمد ابو عبله، وتفهمونا الدنيا ماشيه ازاي عشان اللي جاي ما يقلقش. يعني الحكايه انا ما اعرفش ايا كان مين اللي هيمسك. يعني كابتن بيبو انا كنت اتمنى مثلا كابتن علاء ميهوب هو اللي بقى مدير الكوره، حتى لو كابتن علاء عبد الصادق اللي الناس كتير اتلفت عليه بس كان شخصيه قويه. لكن كابتن خالد بيبو افرضه ما نفعش، افرض ما عرفش يسيطر على اوضه اللبس، وانا عارف ان اوضه اللبس بتاعت الاهلي هتبقى صعبه جدا. افرض ما قدرش، هنخش بقى في لخبطه ونرجع تاني نقول نجيب كابتن سيد ونعمل ايه؟ طب انا كنت مشيته ليه؟ اتمنى انهم يطلعوا ببيان يفهمونا الدنيا في ايه، لان اللي بيحصل ده بجد ما يطمنش خالص.